بنشتري كتير من بره وبنبقى حابين نعمله في البيت بيطلع بنفس الطعم والشكل زي اللي احنا بنشتريه الجاهز. النهارده لازم تتفرجوا على الفيديو ده للاخر عشان هنعمل فيه كوكيز العاب بقطع الشوكولاته، بجد حاجه وهم كده. بعد الفيديو ده انت مش هتشتريه من بره، هتعمليه في البيت وهتعمليه بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، وبيضه واحده هتطلع لي كميه ما شاء الله. يعني بتمن اللي احنا نشتريه من بره، يعني بربع التمن هنعمل كميه محترمه وهيطلع معاكي النتيجه ممتازه، مقرمش جدا وفي نفس الوقت دايب كده وحاجه في منتهى الجمال، بقطع الشوكولاته اللي عليه من فوق حاجه بجد فعلا تحفه. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتفرجوا بقى عليه للاخر واتبعوا كل التفاصيل اللي هقولها عشان ينجح معاكم الكوكيز. يلا نسمي بسم الله، ولو كنتي مش مشتركه في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس، ويلا نحضر في المقادير. اول حاجه كده عشان اعمل الكوكيز انا محتاجه هنا 175 جرام من الزبده. الزبده ضروري هنا جدا تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. استخدمي بقى اي نوع زبده متوفر عندك، كل ما تستخدمي نوع كويس كده وفي طعم نكهه السمنه البلدي كده بيبقى لذيذ جدا. زبده نيوزيلندي اللي متوفر عندك. ببدا ان انا كده احطها في البوله وبضربها بس كده ضربه خفيفه يا دوبك تفك معايا. هبدأ بعد كده بعد ما فكت معايا هنزل عليها ب130 جرام من السكر البودر. سكر بودر يكون كده منخول، مفهوش مش مرطب، مفهوش حبيبات يعني. ابدا برضو ان انا اقلبه كده بالمضرب كويس قوي، بعد كده اشغل عليه المضرب واضرب فيهم كويس جدا لحد لما احس ان السكر داب وتتداخل مع الزبده وبقى متجانس كده وكريمي وهش وفاتح زي ما انتوا هتشوفوه بالشكل ده كده شكله بعد ما ضربته كده حبه حلوين لحد كده لما السكر تداخل معاه. اول كده ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه طبعا قوام كريمي وتحفه. ابدا ان انا اجيب 70 ملي من الزيت طبعا يكون نوع نضيف علشان يدينا نكهه الكوكيز في الاخر حلوه. 70 ملي من الزيت ابدا ان انا احطهم عليها واضربهم برضو كويس جدا. بعد كده يكون معايا بيضه واحده تكون بدرجه حراره الغرفه، ويفضل ان هي تكون كبيره شويه. حطيت عليها كيس من الفانيليا، ولكن انا برضو يعني حسيت الكيس صغير فحطيت كيس كمان من الفانيليا، يعني حطيت كيسين من الفانيليا. هو طبعا كده حاطين احنا كاكاو، ولكن يعني انا مش بحب يعني منعا او تجنبا ان يكون في زفاره بيض، فحطيت كيسين من الفانيليا. هضربهم برضو كويس جدا من بالمضرب لحد كده زي ما انتم شايفين القوام كله بقى حاجه واحده، خليط كريمي عامل زي الكريمه بالظبط، حاجه كده تحفه وهش كده وكريمي خالص. بعد كده ما اوصل للقوام ده خلاص اشيل بقى المضرب مش محتاجاه. هبدا ان انا اجيب 30 جرام من الكاكاو الخام او 3 معالق كبار من الكاكاو، عليهم معلقه كبيره من النشا واقلبهم كده مع بعض كده تقليبه. وبعد كده هنزل بيهم انزل بعد كده بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وهنزل بعد كده ب 350 جرام من الدقيق بنزل بيه تدريجيا لحد لما العجينه تتكون معايا وتبقى عجينه كده طريه وتشكل لي كوره طريه مش بتشقق. طبعا ده كله هنشوفه معانا في الفيديو. اول كده ما حطيت الدقيق ابدا ان انا اقلبهم كده، طبعا زي ما اتفقنا الدقيق بنزل بيه تدريجيا، فحطيت كده نص الكميه وهقول لكم برضو خد مني بالظبط قد ايه، يعني المقدار ده خد مني دي قد ايه. بدات كده حسيت العجينه طبعا لسه طريه معايا خالص، بدات ان انا ازود باقي كميه الدقيق بالشكل ده وبرضو بقلبها كده يا دوبك تقليب. انا مش بعجن، انا مش عايزه الكوكيز معايا يطلع معضم وناشف، فبقلبه كده تقليب بالشكل ده. حطيت باقي كمية الدقيق وطبعا زي ما انتم شايفين كده شكلها لسه طرية معايا جدا، فجبت معلقتين من الدقيق وهي في التوتال كله خدت مني 370 جرام من الدقيق بالظبط. طبعا ده يختلف على حسب نوع الدقيق، على حسب حجم البيضة اللي انت مستخدماها، وعلى حسب برضو يعني نوع الدقيق وشربه للسوائل معانا. فطبعا انزلي بالتدريج علشان تحصلي على عجينه طريه معاكي في نفس الوقت ما بتشققش، عشان ما تطلعش معاكي ناشفه في الاخر ويبقى كده الكوكيز معاكي محجر. فانزلي الدقيق كده بالتدريج لحد لما تحصلي على القوام المناسب زي ما انتوا شايفينه كده. خلاص بقى كده شلت السباتيولا اللي بقلب بيها وابدا كده ان انا المها بايدي يا دوبك، بس كده بلم العجينه وباخد بيها الكوره. اختبرها ازاي واعرف ازاي ان هي مش محتاجه دي؟ اول كده ما بضغط عليها مش بتشقق معايا والعجينه معايا في نفس الوقت طريه كده وناعمه. خلاص بعد كده العجينه ظبطت معايا، ببدا ان انا اجيب بقى شوكولاته قطع، اي شوكولاته مطبخ انت حباها، اي نوع يعني انت حباه، وببدا ان انا اقطعه كده مكعبات صغيره، قطع صغيره كده على قد الكوكيز بتاعي. وببدا كده ان انا اجيبها كده اكون محضراها بس من قبليها كلها كده متقطعه، وبجيب كده الكوكيز بقى الحجم اللي انت حباه.
انا عملت نفس الحجم اللي احنا بنشتريه من بره كده، يعني اللي هو الصغير او وسط شويه، وبدات كده ان انا اكورها ويدوبك تبطيطه بس خفيفه، وببدا ان انا احط عليه الشوكولاته من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتبقى تحفه معانا ولذيذه وبتدينا كميه ما شاء الله. شايفين؟ ببدا ان انا اخد كوره من العجينه، بكورها كويس قوي وانعمها ويدوبك ضغطه بس خفيفه، وبعد كده ببدا ان انا اجيب الشوكولاته بتاعتي وببدا ان انا اضغطها. اتاكدي بس ان انت تضغطي بس على الشوكولاته ان هي تدخل جوه العجينه كويس قوي علشان بعد كده ما تقعش من عليها. زي ما انتوا شايفين كده بتأكد ان الشوكولاتة كده يعني لازقة او حاطينها كده على العجينة كده بالظبط، علشان زي ما قلت لكم ما تقعش مننا. بكمل بقى كل الكمية معايا بنفس الطريقة دي، وبحط كده بوزع عليها القطع الشوكولاتة من فوق. طبعا استخدمي اي نوع شوكولاتة زي ما قلت لك اللي انت بتحبيه. وبعد كده بعد ما بخلص الكمية ده كده بيكون شكلها. الفرن طبعا يكون ساخن من قبليها على درجة حرارة 190، بياخد 15 دقيقة، يعني لحد لما يبدأ ان هو يلون كده تلوينة خفيفة من تحت. طبعا هو كاكاو فمش هنعرفه، فهو يدوبك 15 دقيقة بالكتير قوي بيكون جاهز معانا وبيطلع معاكي في منتهى الجمال. هدخله بقى الفرن واوريكم بقى شكله بعد ما بيطلع من الفرن بيبقى عامل ازاي. نفس الحجم، مش بيفرش قوي ولا يعني بيفرش ولا بيسيح، مفيش الكلام ده. امشوا على المقادير بالمظبوط هتطلع معاكم في منتهى الجمال. ده طبعا شكله بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله. طبعا ما ولعتش الشوايه، يا دوبك بس الفرن من تحت على درجه حراره 190. زي ما قلت لكم ما بياخدش يعني مش اكتر من 15 دقيقه. شايفين بقى شكله؟ ما فرش ما شققش معانا، مسحش، ما فيش اي حاجه من الكلام دوت. هيطلع معاكي احلى كوكيز ممكن تجربيه. سهل وخفيف ولذيذ، وطعمه طبعا يعني لا يعلى عليه. جربوه بجد يعني هيعجبكم جدا. وما شاء الله الكميه اللي انتوا شايفينها دي يعني اكتر من ربع كيلو من الدقيق وبضايه واحده. طلع لنا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. زي ما قلت لكم خد مني 370 جرام من الدقيق. وبرده المقادير هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف بالتفصيل علشان اللي حابب ان هو ياخدها سكرين. شايفين بقى شكله من جوه؟ ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال، دايب وفي نفس الوقت مقرمش وفعلا زي اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا دي كل الكميه اللي احنا عملناها مع بعض، او كميه المقدار اللي طلعت معايا. كميه في منتهى الجمال وسهل ولذيذ جدا. اتمنى بجد الوصفه تعجبكم. لو محتاجين اي وصفه تحت اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هعملها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.